السلام عليكم، مساء الخيرات والمسرات. عدنا والعود أحمد. اليوم إن شاء الله خيرت لكم وصفة خبز الدار، وصفة رائعة هشة قطنية وكأنها بريوش، وكأنها بغيوش قطني ما شاء الله. نبداو على بركة الله. أنا درت هنا 500 غرام فرينة بين ملتي إزاج متعددة الاستعمالات وفرينة الخبز. لازم تكون فرينة ذات جودة أو نوعية جيدة. أنا هنا استعملت لينات. درت 500 غرام فرينة خبز أو متعددة الاستعمالات. قلت حطيت لها 10 غرامات خميرة خبز، ملعقة صغيرة سكر أو يمكن تعويضها بعسل التمر أو عسل حر، مبشور الليمون، عصير نصف ليمونة. أضفت عليها ملعقتين كبار تاع أكل حليب، بودرة حليب هكذا. زيت 30 غرام أو ما يعادل ملعقتين كبار أكل. درت كلش مع بعضها، حطيته تبسس مليح وزرارع ديروا واش تحبوا. انا درت هنا سانوج، تقدري ديري، لا ماشي تقدري، بالعكس يعطي اضافه رائعه. حبه حلاوه، زريعه البسباس والسانوج يعطيوه نكهه رائعه. اضفت 3 معالق كبار ماء زهر او ماء ورد. انا هذا هو خبز الدار تاعي، يجي رائع. تشربوا به القهوه، تاكلوا به كما يحلو لكم. بسست كل شيء وخلطت كل شيء مليح حتى تبسس مليح، وبديت بإضافة الماء فاتر ماشي سخون، فاتر، حتى شفتوا كيفاش العجينة ولات. من بعد أضفت ملعقة صغيرة ملح، زدت خلطت مليح، نضربه على الأقل 10 دقائق. من بعد أضفت 40 أو 50 غرام ما يعادل 50 غرام زبدة، دخلتها فيها مليح، ضربت مليح كيما شفتوا. وريت لكم كيفاش كانت العجينة، قوام العجينة ولا تيكستور تاع لاباط تاعي كيفاش كانت. من بعد دهنت المول تاعي بالزيت وطرحت العجينه تاعي في الزيت وخليتها تطلع. بعد ما طلعت جلي باديجوني، دهنتها بالبيض. البيض اضفت له قليل من القهوه باش يعطي له هذا اللون، وزدت عليها زريعه اللي نحب من الفوق، وحطيتها طيب في فرن 250 درجه. جا خبز الدار ولا اروع ما شاء الله كما راكم تشوفوا. بعد ما طاب خليته برد شويه برك وقسمته لكم سخون. هنا نقطع لكم فيه قطني نفش شطري. الله نخليكم تتمتعوا بالصور. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. عطيتكم الوصفه، قوام العجينه كيفاش يكون، كل شيء يجي فيها. تقدروا تعوضوا مبشور الليمون بمبشور البرتقال، يجيكم ثاني نكهه رائعه. لكن انا ندير له مبشور البرتقال وعفوا مبشور الليمون وعصير الليمون. بدون ما ننسى، اسمحوا لي ما ذكرتهاش مع الاول، درت بياض بيضه في العجينه تاعي، واحتفظت بالاصفر باش ندهنوا به. من بعد نظن عطيتكم الوصفه كامله، الاسرار كامله، طريقه عجن العجينه وكيفاش يكون قوام العجينه يتلاصق. وضربتها 10 دقائق عجنتها. تقدروا تعجنوها بيدكم ولا بالباتر، الخلاط اليدوي ولا الكهربائي ولا البيتخان العجان كما شفتوني درت. يطيب بعد ما خليته خمر، طاب في درجة 250 درجة. جا خبز الدار ولا أروع. إن شاء الله فتكم بالوصفة هذه، وشهية طيبة وتطبيق ناجح. إذا عجبتكم ونجحتكم الوصفة، ننتظر دعم للقناة، بارتاج لما لا، فضلا وليس أمرا. بارك الله فيكم.